السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، يعني لعلي قلت ان انا هحاول ارد بنوع من انواع يبقى اسلوب مختلف شوية. فعايز اتخيل الآتي. تخيل طبيب. آه نسبة حالات الشفاء بعد ما بيروحوا له بسبب الوصفة اللي هو وصفها لهم 100%. والشخص ده راح له مليون شخص. فتخيل جه كده واحد السي في بتاعه دكتور راح له مليون شخص، وكل العلاجات اللي هو كتبها طلعت صح، شفاء 100%. ف... فأنت دلوقتي طلبت طبيب، فادولك الشخص ده، فرحت له، ونسبة نسبة الناس اللي بتخف 100%. مفيش حتى بوينت او 1 اللي واحد مثلا بعد ما بياخد الدواء اللي هو كتبه له ما بيخفش. فانت اتقالك عليه ورحت له، فقالك على الدواء، فقلت له لا مش هاخده. فالناس كلها قالت لك يا ابني انت عبيط ولا ايه؟ قلت لهم لا انا مش مقتنع بالدواء اللي هو قاله لي. انت شغال ايه اصلا؟ انا والله مهندس. طب انت تفهم في ايه يا ابني؟ انا بقول لك مليون شخص يا عم ومحدش خف منه. فبالتاكيد كل الناس هتقول لك عليك انك انسان ما بتفهمش. ده الطبيعي يعني. آه فتخيل المثال ده، وتخيل مثال تاني. انك رحت في بلد فيها ملك، مش فيها رئيس، فيها ملك، فهو يملك الدولة دي. وقلت يا جماعة أنا عايز كيلو بانيه. ف... وأنت تعرف الملك ده. فقالوا لك يا سلام، أنت البلد كلها ليك يا باشا، أنت عارف الملك، أنت بتهزر. فقال لهم لا بس أنا مش أصلا، أنا عايز أجيبه بنفسي لأن مش مقتنع إن الملك ده يعرف يجيب لي كيلو بانيه. فاللي هو القصص اللي أنا قاعد بقولها دلوقتي، أي حد يسمعها يقول لي يا ابني أنت إيه الأمثلة اللي أنت بتديها دي؟ أمثلة مش واقعية أصلا. ده أنت تاني لو واحد يعرف صف ضابط في مديرية أمن في فرع كفر البلاص في مدينة طهورتس، هيمشي حاطط نجمتين والسيفين متقاطعين وغصن زيتون، ويقول لك أنا أدخل أكبر مصلحة أخلص مصالحي، فضلا عن ان انا ابقى عارف الطبيب اللي مليون شخص كلهم خفوا، او ملك ومش عارف اجيب كيلو بانيه. فسبحان الله، تحس ان احنا في تعاملنا مع ربنا ولله المثل الاعلى كده بالظبط. اللي هو المشكله عندنا مش مشكله لا بنت ولا علاقات ولا اصل البنت اللي انا كان نفسي اتجوزها. المشكله عندنا اكبر من كده بكتير. المشكله عندنا في اصل الدين، في سلامه العقيده، في الايمان بالله عز وجل. هو انت اصلا مسلم ليه؟ يعني هو انت مسلم ليه؟ كلمه اسلام دي جت منين؟ يعني لما يقول لك انت والله الاسلام ده معني الانقياد لله بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. اسلام استسلام، انت مستسلم الى الله عز وجل. الله عز وجل يقول لك يمين تروح يمين، يسار يسار، مش فاهم مش مهم. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أنا الله عز وجل الذي خلقني فهو يهدين. الله عز وجل أقرب إلي من حبل الوريد، يعلم مرادي، يعلم مشاكلي، الكتالوج بتاعي مع الله عز وجل. فأنا جيت قلت لا 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 لا، الكلام ده مش صحيح. أنا لا هروح لا هاخد الدواء وعارف ان الملك مش هيجيب لي كيلو البانيه. فالمشكل عندنا ايمان، ما فيش ايمان. هو الله عز وجل سيدنا جبريل لما قال، لما النبي عليه الصلاه والسلام قال سيدنا جبريل قال ما الايمان؟ قال ما المسؤول عنها بأضرب من السائل؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره. ففين بقى خيره وشره؟ انت ايه اللي انت مؤمن بيه في خيره وشره ومؤمن بيه اصلا في القدر؟ إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، والزواج رزق، وما ينال ما عند الله إلا بطاعته. فأنت اللي عندك ده مشكلة في الإيمان، مش مشكلة في بتاع مش عارف إيه. أنا أعرف ناس كتير
دخلوا علاقات كتير، وكانت علاقات هم مش قاصدين بيها غير الزواج، وما عملوش فيها اي حاجه غلط اكتر من اللي هم تكلموا مع البنت اللي انا عايزه اتقدم لك. مش ما مشوش غلط خالص، وناس على قدر من الالتزام. وبعد ما بنوا احلامهم وبيتهم، والله وهنعمل وهنعمل وهنعمل، راحوا راحوا يتقدموا للبنت. يتقدموا بقى، دول تتقدموا ما اتخطبتش ومش عارف ايه. وابوهم قال لهم لا، ما فيش جواز، نو، ناين عشان الالماني بس. لا. طب يا عمو طيب، بس مش عارف ايه، وانا انا ابويا مش عارف ايه، وانا الحمد لله مهندس ايه وبتاع. لا يا عم، انت في ايه؟ لا. فده اصعب بقى، ولا الصورة اللي انت بتتكلم فيها اللي هي واحدة ده ربنا رزقها وتزوجت فخلاص امر واقع، فخلاص تزوجت. انما انت بقى تشوف، تبقى انت قدامك الحاجة، والحاجة انت ممكن تنالها، ويطلع في الوسط كده واحد يقول لك لا، فانت بقيت بتموت قدامك. طب ما هي قدامي، ده انا ممكن اهي في الفاترين اهي هخطف اجيبها، ويتقال لك لا، في ازاز. فتبتدي تقول طيب خلاص انا هستنى سنة، ممكن استنى وهو هيوافق. والبنت بتموت وبتتقطع، وابوها شايفها بتموت وعايزه اتجوزه، فتيجي بعديها بسنه والبنت خلاص بقى وانت تعبت وبتاع، هو ايه يا عمي بقى ومش عارف. لا يا جدعان، في ايه بقى؟ طب ما خلاص بقى، ما نلعب حلو، ما هي البنت بتموت وانا بموت، والقصه شكلها ظريف، فما بقى هروح بقى، وكل اللي في دماغي هروح وهيوافق وخلاص بقى. لا. فانت لو لم يكن عندك من الايمان وتقول انا مش حياتي عايشها عشان الزواج، انا بتزوج كجزء من اجزاء الحياه، لان ربنا عز وجل امرني بده ووضع فيا الشهوه دي، فانا بدور على واحده صاحبه الدين، لو حاجه وقفت وانا صليت استخاره واستشرت اعلم اللي هي يقينا فيها الخير. ام سلمة لما ابنها مات وزوجها جاء قال لها كيف حال الولد؟ فقال يعني في خير حال. وبعد كده دخلت وقضت يومها عادي. طب ازاي؟ ايه كمية الإيمان اللي عندها، اللي تعرف ابنها مات وأرضت زوجها؟ ايه ده؟ دي عرفت اللي ابنها لما مات ده راح لله عز وجل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، راح لله عز وجل، فهو خير مما في الأرض. وطفل هيطلع في بيت عند الله، عند نبي الله إبراهيم والسيدة سارة في البيت، ويتعلمون ومش عارف ايه، ويكون شفيع لها يوم القيامة. خلصت. نشوف حياتنا بقى. فانت دلوقتي اعرف الناس اللي انا بقولك عليها دي، وفي ناس منهم خدت القرار قالت لا، انا مش هفضل عايش حياتي عبد كده، انا عامل في نفسي كده ليه؟ ما اللي خلقها خلق غيرها. هو انا بتزوج ليه اصلا؟ هو انا بتزوج عشان انا بحب واحده فعايز شهوتي فبتاع. طب انت دخلت اول يوم، الحب اللي كان جواك اللي كان 100% ده 85%، لان العين ترى ما لا تملك على غير اصل، فان ملكته علمت اصل. انت عارف اللعبه اللي انت بتبقى نفسك فيها قوي، وبعد كده تاخدها تلعب بيها وبقى ومهتم بقى وبتنظفها وبتاع، وبعد كده تلاقي نفسك سبتها. هو الجواز كده. انت دلوقتي بتحب حد جدا جدا جدا، خلاص بقى معاك، وخلاص بقى بتصحى الصبح تشوفها ومش عارف ايه. لو لم يكن معك اللي يخليك تكمل، والله ما هتكمل. وجعل بينكم مودة ورحمة. والله لو ما في دين وهي ملك الجمال العالم هتبص لغيرها. وده اللي حاصل وشايفينه. هي اللي هتعيش عبد ذليل ليها، وممكن هي تبقى واحدة مش صاحبة الدين تمسحك البلاط وتكرهك في أهلك وتخليك عاق بيهم، وانت فاكر اللي ياما يعني تحت القبة شيخ. تفتح القبة تلاقي تحتيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا ما بتكلمش كشكل، بتكلم كخلق. ممكن أنت تبقى فاكر الشيطان سبحان الله إذا خرجت المرأة تسلطها الشيطان داخلة وخارجة، تشوف فيها اللي انت عمرك اصلا في طبيعه ممكن واحد تاني ما يشوفوش. ليه؟ لان الشيطان بيوقد في نفسك حرارة العشق والشهوة وي 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 والحاجات دي كلها.
فانت حصل حاجه زي كده وتزوجت يا راجل، دي تزوجت خلاص، الموضوع قفل. انت ما بتتزوجش عشان انت بس الشهوه وبتاع، انت بتتزوج لانه امر فيه مرضاة الله اولا واخيرا، وانت راجل مؤمن. فانت المفروض ترجع تتشك، فكك بقى من فكره اللي انت بقى الصلاه وبتاع، ارجع. لا، انت الايمان فين اصلا؟ انت الايمان في البطيخ. انت لو انت مقتنع بقول الله عز وجل وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، و ومقتنع وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ومقتنع إن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، ومقتنع إن الله عز وجل قال ولو بسط الله الرزق لعباده بسط. أنا عايز أتزوج دي، تزوج دي. عايز العربية دي، خد العربية دي. عايز الفلوس دي، خد الفلوس دي. تلاقي نفسك كفرت زي قارون كده، قال إنما أوتيته على علم عندي. يلا يا عم، لا. أنت لازم، أنت لما تلاقي ربنا عز وجل بيمنعك من أشياء، تعرف إن منعه هو عين العطاء. والله والله هتعرف يوم القيامة ما لم يكن لو كان كيف يكون، وهتقول الحمد لله اللي أنا كان نفسي فيه ما حصلش. عامل بالظبط زي اللي هو حوش فلوس عمره عشان يسافر المالديفز، فراح ودفع، راح المطار، المرور كان عطلان، فراح البتاع، الطيارة طلعت، راح قاعد بقى على الارض، وخساره يا خساره وبتاع مش عارف ايه. واحد جاي قال له يا عم انت في ايه بتعيط ليه يا عم؟ يقول له شقه عمري ضاع، حلم عمري راح. يقول له يا عم انت كنت رايح فين الطياره؟ يقول له يا عم المالديفز. يقول له يا عم احمد ربنا يا عم، دي الطياره ولعت في الجو. هو انت لازم تولع بيك في الجو؟ تولع بيك في الجو عشان تؤمن؟ فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. انت مستني. طب يا عم فين الإيمان؟ فين القضاء والقدر؟ فين يا عم؟ فين الله عز وجل؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده، إنه بعبادي بيك أنت خبير بصير. خبير بصير لا تأخذه سنة ولا نوم. يعلمك أنت إيه اللي الله عز وجل لا يعطيك ما تريد، ولكن يعطيك ما ينفعك. ولعلها هي ما كانتش تستاهل واحد زيك، لعلك لأنك عندك من قلة الإيمان الله عز وجل رزقها بمن هو خير منك. ولو طلقت لعلها انت برضو ما تبقاش واحد من اللي هي تتمنى تتزوجهم. يا عم افترضنا اللي انت رحت ورفضتك، ده انت بقى انت تحمد، يعني تحمد ربنا والله. بس في ناس والله انا بقول سبحان الله، لان الله عز وجل اخفى الغيب، فرحمة منه والله، رحمة منه. لأن لو أعلمنا الغيب ساعات ممكن نستحقر نفسنا جدا، نقول هو أنا كمان ما استاهلش ده. ممكن والله تروح لها تقول لك لا والله أنا كنت أتمنى واحد ملتزم. تقول لها يا عم أنا ملتزم، أنا بصلي الخمس فروض في البيت. تقول لك لا، 5 فروض في البيت؟ هو أنت إيه؟ هو أنت ست ولا إيه؟ خير صلاة النساء في خدرها. أنت بتصلي يقول لك لا بصلي 5 صلوات، 4 في المسجد وواحدة ما بصليش الفجر في المسجد. ليه يا حبيبي؟ في إيه؟ عندك أرق؟ لا لو عندك أرق كنت نزلت تصلي. فاهم؟ فسبحان الله الواحد يرجع يبص على ايمانه. واللي خلق النساء خلق غيرها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم رجل، اذا راى احدكم في امراه ما تعجبه فلياتي زوجته فان بها ما بها. فده انت الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا الا عائشه. فانت دماغك. وقال يعني احب النساء كانت لي كانت السيده خديجه، تزوجها كان فرق السن 15 سنه. يا مؤمن، يا مؤمن، 25 سنة و40 سنة. فأنت فكر. الشيطان بيجي على دماغ الواحد، ولا أضلنه ولا أمنينه ولا آمرنه. شوف الكلام، شوف الكلام. يعني حتى لما تدخل مع النار إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. البس يا معلم، البس يا معلم. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما كانش عليا عليك سلطان. انا قلت لك مشيت يا حمار. لا لا لا، اقف وقول هتعب شويه هستريح بعدين. وشيل من دماغك ده كله، شيل من دماغك ده كله، وتحمد الله عز وجل وتكثر الدعاء، تقول اللهم ازل. المشكله دي تؤثر في الايمان بشكل رهيب. الناس اللي بيحبوا ناس باسلوب مطلق ده، مفيش حد ينفع حبه يختلط بحب الله في قلبك. في حب جبلي وحب فطري، ده جميل، ولكن الله عز وجل فوق كل شيء. بحيث لو جه وقت قال لك اختار بين دي وده، ما تعملش زي من
من الناس كانت في الجهاد ورأى امرأة أعجبته في حصن الروم فقالت له كيف أصل لك؟ قالت تتنصر فتنصر. أو المؤذن اللي طلع فوق المأذنة فشاف واحدة فدخلت في قلبه فذهب قال ألف عليك تنصر فتنصر فمات. أو اللي هو مش فاكر برصيصة العابد ولا إيه، اللي هو الإخوة تركوا معاه البنت أمانة، في يوم عجبته دخل مش عارف إيه زنى بها، حملت راح دفنها، راح الشيطان إخواته جم قالوا له هي فين؟ قال لهم مرضت فدفنتها. فالشيطان جالهم قال لهم لا ده خدها وزنى بيها، ولما زنى بيها حملت فدفنها عشان يخبي العار، وهي مدفونة في الحتة الفلانية، فراحوا لقوها. فلما قالوها راحوا خدوه صلبوه. فلما صلبوه الشيطان جاء قال أؤمن به اكفر وأنجيك، فكفر ثم مات. اعرف انت عايش ليه، اعرف انت عايش ليه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله عز وجل طبيب، والحالات مش مليون ولكن كل عباده. وخلي بالك الأمور دي بتنزع من الإيمان، تنزع من الإيمان حتى تخلي قلبك من أي إيمان والله، حتى ترى نفسك كفرت. والله في ناس من دي عشان ينسي نفسه فإيه قال لك يا عم وانتوا يحرق مش عارف ايه، ده انا همشي في الستات، واصبح يعني يزني بامرأة كل ليل حتى كفر ومات على زنا. فانت لا، الحق نفسك، الحق نفسك. ومن خلقها خلق غيرها. ابتدي دور على زوجة، استعن بالله عز وجل، اكثر الدعاء جدا جدا، اكثر صحبة الصالحين، وصفي قلبك. اعرف المشكلة عندك مشكلة ايمان، مشكلة عقيدة، مش مشكلة واحدة عجبتني، لا دي مشكلة كبيرة قوي. فحاول تظبط المشكلة، إلا المشكلة هتتفاقم. ما خدتش الدواء يا معلم من الطبيب اللي بيشفي الناس كلها، هتلبس هتروح فين؟ هتروح فين؟ وافتكر إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله المستعان. لو انت سبت الأمر بإيد أبوك وأمك هتبقى متأكد إن هم هيختاروا لك الخير. فتركته في يد الله عز وجل وانت مش حاسس ان ده الخير. فاستعن بالله عز وجل ولا تعجز، في كل ميسر لما خلق له. ابحث عن زوجة، اتحرك في موضوع الزواج، واعرف اللي ما أتاه الله تلك المرأة أتاه نساء كثر، وانت ما تعرفش حاجة. والله العظيم ما تعرف حاجة، مش عشان شفتها وايه ده جميلة وبتاع وحلوة ومؤدبة وبتاع، انت ما تعرفش حاجة والله العظيم. لعلك لو تزوجتها لن تطيقها اصلا. فتحمد الله، ولما ادخل الجنة اشتغل وادخل الجنة عشان تعرف مراد ربنا عز وجل وحكمته اللي هو أزال منك الأمر ده. ما لم يكن لو كان كيف كنت، قول لربنا أنا عايز أعرف لو كان حصل ده كان إيه اللي هيحصل. الله المستعان. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسف إن أنا أطلت، ولكن الموضوع ده إيه حز في قلبي، وخاصة لما كنتش ملتزم أصلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.